Estoy diciendo que vuelve al Barça. Vuelve porque... No, pero en serio. Palabras de Leo Messi. Pero al cuerpo técnico. Palabras de Leo Messi. لن نترك كرة القدم دون اللاعب في كامب نو الجديد. ميسي يرسل رسالة غير مباشرة لبرشلونة. في مايو 2022 فجر الصحفي الرياضي أليكس كاندال خبرا أذهل الكثيرين، فقد ذكر أن ليونيل ميسي في طريقه للانتقال إلى إنتر ميامي. وبعد عام انتقل النجم الأرجنتيني في النهاية إلى ميامي ليصبح أضخم صفقة انتقال في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم. والآن عاد نفس الصحفي أليكس كاندال ليكتب عن ميسي مرة أخرى، كاشفا عن الوجهات المحتملة التالية للنجم الأرجنتيني ومعيدا الجدل حول مستقبله. عقد ميسي الحالي مع انتر ميامي سينتهي بنهاية العام الجاري، ومن غير المرجح أن يستمر اللاعب لما هو أبعد من ذلك. مع وضع ذلك في الاعتبار، ادعى كاندال أن وجهة ميسي القادمة قد تكون برشلونة بالذات لا غير، بل إن الصحفي نقل عن ميسي تصريحا قويا يزيد من التكهنات قوله: لا يمكنني اعتزال كرة القدم دون أن ألعب في ملعب كامب نو الجديد. هذا تطور هام للغاية، بالرغم من أنه من السابق لأوانه وضع أي افتراضات جازمة حول مستقبل ميسي، فالأمر لا يزال في بدايته. ومع ذلك فإن عودة الأرجنتيني المحتمل إلى كامب نو ستكون ذات أهمية كبيرة للنادي على كافة المستويات، رياضيا وتسويقيا وشعبيا. على الرغم من ذلك تبقى عقبة قدرة برشلونة الاقتصادية على إتمام الصفقة قائمة، بالإضافة إلى العلاقة المتوترة بين ميسي ورئيس برشلونة خوان لابورتا، والتي تحتاج إلى تحسن كبير. علاوة على ذلك يبقى السؤال حول مدى انسجام ميسي مع التشكيلة الرياضية الحالية لبرشلونة في ظل تألق لاعبين مثل لامين يامال وليفاندوفسكي ورافينيا. التعاقد مع ميسي المتقدم في السن قد لا يبدو الخطوة الأكثر منطقية رياضيا من وجهة نظر البعض. وغادر ميسي برشلونة في 2021 بسبب مشاكل مالية حالت دون تجديد عقده، لينضم إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023. ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة قاد الفريق للفوز بكأس الدوريات ودرع المشجعين، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي.